البنات اللي سألتني على روتين شعري، تعالي هكلمك بكل صراحة وانزلك الفيتامين كمان اللي باخدها لشعري وضوافري في الكومنتات. اول حاجة انا بستعمل الزيت ال108 عشبة، وانتوا شفتوا ان انا من 4-5 شهور كنت طالعة بيه لايف وقلت لكم مش هتكلم عنه غير لما استعمل كمية كبيرة منه. هو تقيل قوي يا بنات، وبيتعمل حمام زيت، وكمان مشهور في الهند قوي، وكمان معمول مستشفيات باسمه في الهند يا بنات وبيعالجوا بيه. تمام. الرجاله قبل الستات شعرها طويل زي ما انتم شايفين كده على الصوره، وفي ريفيوهات تحفه 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 ليه، ومعروف طبعا الزيت ال108 عشبه. ده اول حاجه. تاني حاجه يا بنات، انا لما بعمل حمام زيت بيه بتقعديه ساعه بس، لانه تقيل قوي ما ينفعش يقعد اكتر من ساعه، واوعي تنامي بيه. وبلبس بونيه كده في الفتره بتاعه الساعه دي، وبعد كده برجع اغسله. تمام كده انا خلصت الساعه بتاعته. كده قعد ساعة على شعري، وبعد كده طبعا حاسة بغليان. بعد كده طبعا لازم تستعملي كيش كينج. كيش كينج معروف ان هو وحش التساقط، تمام، بيوقف التساقط تماما وبيطول الشعر قوي. وبرده كيش كينج يعني انا مش هتكلم عليه لان طبعا معمول له ريفيوهات كتير قوي قوي قوي. تمام كده انا كنت غسلت شعري، وهستعمل اخر حاجة وهو زيت نيشا. تمام. زيت نيشا يا بنات معروف بالترميم والتنعيم، وحلو قوي للشعر الافريقي. بس انا عشان شعري بعد ما ينشف هيبقى هايش زي ما هتشوفوا كده، فهيبقى حلو قوي قوي لشعري. هما الثلاثه دول اللي انا بستعملهم لشعري، وهنزل لكم الفيتامين في الكومنتات. تمام. وهما الثلاثه دول اللي انا بستعملهم. هو شامبو كيش كينج بحبه قوي، وحتى مخلصه منه الصغيره خلصت وجبت الكبيره. وزيت ال108 عشبة، وده وحش الإطالة. وزيت نيشا. شعري نشف اهون يا بنات. بس بالنسبة لي كده هايش من فوق، لان شعري من فوق وحش قوي عن تحت، مش عارفة ليه. تمام. فهحط كده من فوق اهو زي هرطب. وطبعا دي القصه اللي انا كنت قصاها معاكم، حاولت اقص القصه في اللايف، وقلت اوريكم برضو ان هي طولت لان هي كانت قصيره قوي وواقفه. تمام. بجد بجد والله العظيم يا بنات بدون مبالغه، اللي هيستعمل التلاتة دول وهيستعمل الفيتامين اللي انا بقول عليهم، شعرك في خلال 2-3 هتتفرجي عليه. هو ده الروتين بتاع شعري، وهخلص ال108 عشبة وهعيده تاني. وحش الإطالة بجد 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 لازم كل بنت عايزة توقف تساقط، او اي بنوته شعرها افريقي، او اي واحده عامله بروتين او ترميم وشعرك اتدمر، بجد استعملي المجموعه الثلاثه دول. انا اللي مؤلفاهم، يعني الثلاثه مش مع بعض، لا ده تأليفي انا. عايزاكم تجربوهم وتقولوا لي رايكم. باي باي.